مين الرمة؟ ده ممكن يعصب الأمر. مكالمة مقرفة كلها استفزاز من دودي. محروق أبو دودي على اللي خلفوها. مين دودي دي اللي تزعلك؟ عرفيني عنوانها وانا اروح اديها 100 بلغة على دماغها هي ولا عينيها. دودي ده واحد مش واحدة. واحد؟ انت مش بتقولي دودي؟ دودي واحد ازاي؟ ده وداد بنت خالي كنا بنقول لها دودي وعيلة صغيرة، حتى لما كبرت بقى نتكسف نقول لها كده. دودي ده اسمه وليد النشار، كان خطيبي. قال هو بيكلمك وهو عارف ان انت اتجوزتي؟ بيكلمني عشان يستفزني. خلاص سيبك منه واعملي له حظر على التليفون وخلاص. حظر؟ حظر حظر عشان ما اعرفش اكلمك تاني وخلاص. هعمل له حظر. دودي راجل اسمه دودي؟ حول ولا قوة الا بالله. صندل. ماشي يا دودي يا زبالة. ازيك يا عايدة؟ اهلا، ازيك؟ كده برضو انده عليكي بعد ما عديتي من جنبي واحنا في الزياره في السجن ما ترديش عليا يا عايده. والله؟ معلش ما سمعتكيش. كده برضو يا اختي، ده انا حتى كنت جاي لك انت اصلا عشان اطمن على ابوكي. هو انت بتحوري ليه؟ اصلا المكان ده ما ينفعش تدخليه من غير تصريح. بصي انا هقول لك الصراحه، انت زي اختي برضو مش غريبه. انا كنت رايحه ازور واحده صاحبتي يا اختي مسجونه، بس انا مش قايله لاي حد في البيت، بس والنبي يا عايده الله يخليكي ما تقولي لاي حد. حاضر، مش هقول لحد، ما تخافيش. بس السجن ده بتاع رجاله بس، ما فيهوش ستات. ايه يا وداد؟ كنت بتكلمي مين؟ هيكون مين؟ المدعوقه اللي اسمها عايده. مالها عايده؟ جايه تخبط وبتقولي اصبري هوريكي ايام سود، وانها يا اخويا مش هتهدى ولا يرتاح لها بال غير لما تخرب بيتي وبيوت العماره كلها. والله يا سعيد. منك لله يا جعفر، جايبها لنا منين بس اللي غيرانه من مراتك منها قشطه. يا اخويا غيرانه مني. ما هي عندها حق برضه يا وداد تغير يعني. اهم حاجه تتجنبيها خالص، انا مش عايز مشاكل مع جعفر. حاضر يا اخويا حاضر. مش عايز اشد عليه. ماشي يا اخويا ماشي.